الوصفة اللي هي خبز بالبطاطا. عندي هون 500 جرام طحين. بسم الله. طبعا يكون منخول. راح احط فيه، انا فكرت يعني مثل ما تعودتوا على حوريه في وصفات في برامجها اللي فاتت، وان شاء الله في البرنامج هذا كمان اني فيه بعمل شغلات وبدخل فيها شغلات غريبه، لاني حابه انه نستفيد من الخضار ومن الفواكه ومن كل شيء، وكل شيء طبيعي ومعمول في البيت له فايده اكثر. فهذا هو هدفي من هالوصفات اللي بتمنى انكم تجربوها وتعملوها، وان شاء الله رح تنجحوا فيها. فاليوم عملته على بطاطا. فكرت في الاولاد وفي اللي بيحبوا البطاطا انه طريقه كمان نوكلهم البطاطا بهالطريقه بدل ما ياكلوها دائما مقليه او شيء. وبعدين والله انه من اروع ما يكون. صحيح تعودتوا على هالكلمه، بس عن جد كثير طيب هالخبز. راح تشوفوه في شكله النهائي، وحتى لما تجربوه من اروع ما يكون. عندي هون 500 جرام طحين، 400 جرام بطاطا مسلوقه وهيك مهروسه، يعني انا مطحونه مثل ما انتم شايفينها. راح احط معها ملعقه كبيره ملح. بسم الله. ملعقه كبيره سكر. السكر ضروري في الخبز، مش يعطيه الحلاوه، لانه مغرف ملعقه كبيره ما راح تعمل الفرق انه راح تكون حلو او مالح، بس انه تساعد الخميره على التفاعل تاعها، على انه تقوم بالدور تاعها على التخمير باكمل وجه، وتعطي لمعان كمان الخبز، خصوصا للخبز. هون انا راح اخلط هالمكونات مع بعض، بعدين نضيف الخميره ونضيف البيض بعد ما خفقه خفق خفيف بس بشوكه، ونضيف الزبده شوي شوي مع العجن. بسم الله. وما تفكروا اني ناسيه المي، انا المي مش ناسيتها. العجينه هذه ما فيهاش مي، فيها بيض، يعني السوائل اللي راح يعتبروا سوائل البيض والزبده، مع انه مش دايبه، تكون طريه بحراره درجه الغرفه. ولاحظتوا انا استعملت باش نخلط هالمكونات لانها راهي جافه وهيك، وهون سهله كمان. استعملت طبعا ورشيت حالي كمان بالطحين استعملت هاي اسمها لاباليت، هاي اللي على شكل كا. راح اغيرها وراح احط هاي الكروشيه تاع اللي نعجن بها، لانه راح نبدا نضيف في السوائل، وفي هالمرحله العجينه تجمد شوي، بدنا الشغله اللي خاصه بها اللي هي الكروشيه، هذا اللي خاص بالعجين او بعجن العجائن. راح اضيف عندي ملعقه كبيره خميره الخبز الفوريه. هاي انا بتمنى انك تقرب لي هون باش نوريهم القوام تاعها. هالنوع من الخميره لا لوفور انستونتاني، يعني هاي النوع من الخميره اللي ما يحتاج انه ندوبه في المي، نخمره في المي، بيجي على طول مع المكونات الجافه. فراح اضيف، وليش اسمها حتى فوريه بالعربي او مكتوبه انستانت، هاي لا لوفور انستونتاني او الخميره الفوريه. ليش؟ لانه تنحط على طول، تنضاف المكونات الجافه من غير ما تتذوب في المي. هذا الافونتاج، يعني هذا الشغله الحلوه فيها. فيه نوع ثاني بيجي على حبيبات اكبر، هاي بندوبها في المي ضروري. راح اخلط بس خلطه شوي، ونزيد الحبتين تاع البيض اللي شايفيني خفقتهم بس بالشوكه، نزيدهم وطبعا مع العجن. بسم الله. نبدا نضيف الزبده شوي شوي، راح اضيفها مع العجن كمان، وراح تشوفوا تعطيني كاني حطيت مي او شيء.
وطبعا بدها 10 دقائق عجن، بين 8 ل 10 دقائق. يعني راح نوريها لكم لما نبلش، لما تكون عجينه في الاول كيف يكون القوام تاعها والشكل تاعها، كيف يكون الاسبي تاعها، هاي الشكل الخارجي تاعها. بعدين لما تنعجن مليح كيف يتبدل ويكون الملمس تاعها هيك ملمس مثل المخمل اللي بيكون ناعم. فهذا هو الفرق بين العجينه المعجونه مليح ولا لا. هاي نبهت عليك وراح ضلني اقولها في كل الحلقات وفي كل مره بتكون عندي بشتغل بهالماكينات. توقفوها مره على مره ايا كان الخليط اللي حاطينه هون، وتجوا تخلطوا وتتاكدوا انه كل المكونات مندمجه مع بعضها بهالطريقه. ونرجع نواصل العجن تاعنا مع اضافه الزبده الطريه. فأنا هون وقفت لأنه بدها عجن 10 دقائق مثل ما قلت لكم، من 8 ل 10 دقائق. فراح نعجنها ونوريها لكم بعدين. لما بدي بس نوريكم هلا وهي مش معجونة مليح، يعني القوام تاعها، لا تكستشر تاعها، شايفين كيف مفرقة وكيف عاملة. راح نوريها لكم إن شاء الله بعد ما تمر الفترة اللي قلت لكم عليها بين 8 ل 10 دقائق، كيف راح يتغير القوام تاعها والملمس تاعها، ونشكلها بعدين طبعا قدامكم. 10 دقائق. بتمنى انكم تاخذوا بعين الاعتبار النصيحه انها تنعجن مليح العجينه. وخبرتكم انه وريتها لكم في الاول كيف كان القوام تاعها، وشوفوا هلا القوام تاعها بعد ما تنعجن، شوفوا الملمس تاعها ما شاء الله، وقوامها كمان. العجينه دائما نحميها واحنا بنشكل فيها، خصوصا لان راح اخذ وقتي وانا مثلا اعمل اشكال، فبتغطوها. وطبعا لما بدنا تختمر كمان بدنا نغطيها. راح اعمل